تعالوا بقى يا حلوين في الحر اللي احنا فيه ده نعمل ايس كريم الفانيليا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. جامد جدا ولذيذ جدا، في دقايق وانتوا واقفين هتعملوه، وكمان هقولك على كذا طعم تعمليه، والتكلفة هتكون قليلة جدا على كل اللي هتعمليه. يا ريت تعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة بنجيب البولة، ودي كوباية كريمة خام من غير سكر. بنضيف كوباية مج كده، وبعدين باجيب كوباية حليب، والحليب ده ساقع جدا، وبضرب. حطيت نصه، وبعدين بضيف النص التاني، بحطه على نصين كده عشان سمك الكريمة، اشوف سمك الكريمة يحتاج قد ايه. ولو لقيتيها تقيلة بتحطي حليب تاني بس يكون برضو ساقع. ورشة فانيليا لحد ما توصلي للقوام ده. حطيت رشة فانيليا، هي ما بانتش بس انا حطيت رشة فانيليا. وبعدين ده الحليب المحلى المكثف، انا عاملاه في البيت بمكونين بس، وهبقى انزل لكم الفيديو بتاعه. الحليب المحلى المكثف ده غير الطريقة اللي انا منزلها لكم على القناة، ده طريقة تاني بمكونين بس، هنزل لكم الفيديو بتاعه. وخلاص على كده. كده الايس كريم الفانيليا خلص في دقايق وانت واقفة بتعمليه. وكمان انت بتتحكمي بالسكر بتاعه، يعني ما بيكونش محلون قوي. الحليب المحلى المكثف هو اللي فيه السكر وخلاص. ممكن تزودي بقى لو احتجتي ان انت تزوديه سكر، تزودي حليب محلى وخلاص على كده. باخد علبه، انا بحب اعمل كذا طعم. باخد علبه ايس كريم فانيليا، والباقي ده ممكن تعمليه اطعمه. ايه الاطعمه؟ ممكن تعمليه مثلا تحطي جيلي مانجا تبقى بالمانجا، تحطي جيلي فراوله يبقى بالفراوله. ده اساس الايس كريم، واي طعم بعد كده انت تحطيه براحتك. وبعدين بتغطي بقى عليه بكيس مطبخ او استرتش، اي حاجه عشان خاطر ما يعملش طبقة تلج عليه. وبعدين بغطيه بالغطا واحطه في الفريزر، تسيبيه لحد ما يتجمد حسب الفريزر بتاعك. انا سبته من بالليل للصبح عشان انا كنت عاملاه بالليل، وسبته للصبح كده. الصبح شايفين شكله؟ بشيل بقى الكيس من عليه، مفيش اي طبقة تلج عليه اهو. شايفين طالع معانا عامل ازاي؟ تحفة جدا، ومفيش اسهل من كده. وانت اللي بتتحكمي في السكر بتاعه، وبيبقى خفيف. يعني ايس كريم الفانيليا بيبقى اخف ايس كريم بيتعمل يعني بتكلفة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملي اي طعم تحبيه، تجيبي الجيلي بالطعم اللي انت تحبيه وتعمليه. بحط عليه مكسرات من على الوش. ممكن تستغنى عن المكسرات، تحط اي صوص فراولة، صوص شوكولاتة، او تقطعي عليه مانجا. احنا في موسم المانجا دلوقتي، ممكن تقطعي عليه قطع مانجا. ولو عملتيه بأطعمة، هي معلقة من كيس الجيلي، أي طعم تحبيه بيبقى الطعم اللي انت عايزاه. يا رب يكون عجبكم وتجربوا، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. ويا ريت اللي يعجبه يعمل لايك حلو كده منكم.